ازيك يا صديقي؟ مبدئيا كده صلي على سيدنا محمد وادعي لاخواتنا وما تنساش تحط اللايك والاشتراك ويلا بينا. ملخص الكام يوم اللي فاتوا. مبدئيا كده تعالوا نشوف الأول إيه محتويات حلقتنا النهاردة. حلقتنا بتتكون من كذا قسم. أول قسم وهي إن إحنا هنقول ملخص اللي حصل في الجولة الأولى من نتائج ومفاجآت، والجزء التاني هنتكلم عن مشكلة زيزو مع نادي الزمالك والشكوى اللي اتقدمها، وهنشوف هل ممكن مثلًا الزمالك يتوقع عليه عقوبات والّا لأ. ولكن مبدئيًا كده اشترك في القناة وانزل اعمل لايك دلوقتي ويالّا بينا. مبدئيًا كده الجولة الأولى كانت بدأت يوم الجمعة، كانت بدأت بأول ماتش بيراميدز ووادي دجلة، مباراة اللي كان الناس حاطين سقف توقعات عالي لبيراميدز إنه ممكن يعني يكسب وادي دجلة النتيجة، لكن اتفاجئنا بأداء الصراحة محترم جدًا من وادي دجلة ومدربهم الشيخ اللي عنده بس 31 سنة. يعني ده رقم يعني غريب، يعني إحنا مش متعودين على السن ده، فيعني مدرب عامل الصراحة معجزة كروية في الملعب، رغم يعني أيوه إن بيراميدز عنده غيابات كتير زي الشيبي، زي مصطفى فتحي، زي لعيبة كتير جدًا، وبيع طبعًا إبراهيم عادل، في كذا حاجة أثّرت ومعاهم برضه الجو والحرارة وكده، ومعاهم برضه الطرد في أول ربع ساعة، ده خلّى صعّب الموضوع أكتر على نادي بيراميدز. بس ده برضه ما يمنعناش إن إحنا لازم نوجه التحية طبعًا لمدرب وادي دجلة، عمل ماتش ممتاز. وتعالوا نبدأ بتاني حاجة وهي مباراة الزمالك. مباراة الزمالك وسيراميكا، الجمهور كان مستني بداية هذه المباراة عشان يشوف الصفقات إيه الدنيا بتاع، لكن الزمالك اتفاجئ بتشكيلة كانت معظمها لعيبة قديمة، وده طبيعي جدًا عشان مش هيبقى في لسه انسجام في الأول، فطبيعي يدخّل لعيب أو 2 بس جداد في التشكيلة. فبدأ الزمالك الشوط الأول كان الأداء متوسط من كلا الفريقين، يعني كان أحسن شوية نادي سيراميكا صراحة في الجانب الهجومي. والشوط التاني برضه نفس الكلام، بس الزمالك قدر إنه يخطف جونين، وما ينفعش طبعًا نعدّي الموضوع ده من غير هدف شحاتة العالمي، اللي بالنسبة لي هو أحسن جون في الدوري مهما جه زيه أصلًا في الدوري هذا الموسم يعني، من قبل نُص الملعب وهو يعني defender مش وظايفه إنه يعني يسدد كتير أو كده، وكمان في الدقيقة 96 تقريبًا ولعب ال96 دقيقة كلّها، فإنه يشوط كورة زي دي ما شاء الله، فدي حاجة تُحسب له جدًا يعني. وكان في برضه مباراة المصري والاتحاد السكندري، المصري اللي عمل ماتش عالمي صراحة، وخصوصًا دغموم، اللي أنا بالنسبة لي أفضل لاعب في الجولة الأولى كلها هو عبد الرحيم دغموم صراحة، سجّل هدفين، راجل هداف الدوري، وساهم بشكل كبير جدًا في فوز المصري في الماتش ده بنتيجة 3-1. شوف بقى الماتش اللي بعديه، باقول بس الماتشات المهمة، ماتش الأهلي ومودرن سبورت، الماتش اللي كان فيه مفاجأة، الأهلي كان داخل بالتشكيلة بتاعته طبعًا في غياب إمام عاشور، لكن الأهلي فاجئنا بالتعادل بنتيجة 2-2. وما حدش يقول أصل مودرن سبورت راكن الأوتوبيسات، دي يا جدعان طريقة لعب، ماشي، لكن طبعًا فكرة إنه ده وقت دي مش طريقة لعب طبعًا يعني فاهم، وبس وانتهت المباراة بنتيجة 2-2. الماتش يعني كان مثير خصوصًا في الشوط التاني عن الشوط الأولاني يعني، وكده يعني ده بالنسبة لي ده ملخص اللي حصل في الجولة الأولى. المصري والزمالك متصدرين الترتيب ومعاهم طبعًا الجونة ومعاهم زد. طب تعالَ دلوقتي بقى نخش على الجزء التاني من الحلقة وهي موضوع زيزو. مبدئيًا كده في ماتش الزمالك كان بعض الجماهير كانوا يعني بيوجّهوا شتايم لزيزو وكده وحاجات يعني ما ينفعش طبعًا حد يقولها، بالتالي يعني فجمهور الأهلي غضب، والد زيزو غضب، أكيد زيزو غضب، فراحوا يقدّموا شكوى في المحكمة اللي هي يعني الرابطة يعني، ويعني العقوبات أنا الصراحة أتوقعها 100,000 جنيه، ما أعتقدش يعني هيبقى في حرمان من الجماهير، ممكن بقى في عقوبات تانية، يعني هُم عاملين لائحة بتقول إن يعني مثلًا لو أنت عملت الجمهور مثلًا شتم في أول ماتش، فبيتخصم 100,000 جنيه بس. لو شدّى في ماتش تاني هيتمنع الجمهور من حضور الماتش ويتخصم منه 50,000 جنيه، والعقوبة بقى هتقعد تتضاعف بقى مع الوقت. ووالد زيزو كان قال إن أنتم لو ما وفرتوش الحماية لابني ممكن أسفّره خارج مصر، لكن أنا الصراحة شايف إن ده زي ما تقول كده إيه، يعني تهديد مش أكتر، ما أعتقدش إنه يعني ممكن يسافر برّه، صعب يعني أنت مرتبط بعقد مع الأهلي 5 سنين. وأنا شايف إيه، أنا شايف طبعًا غلط، ما ينفعش ده يحصل يعني، وإن الزمالك ما ينفعش يشتم زيزو، لأ ممكن نحفّل على بعض وبتاع، لكن ما توصلش للأهل أو كده. وبرضه هنا يعني أنا مش قصدي لجمهور الزمالك إن هو وِحِش، بالعكس ده كل يعني كل الجماهير في العالم كلّها في الجزء الوِحِش، بس فأنا يعني العقوبة هنا ممكن تيجي كردع مش أكتر، ولكن برضه ما أكيد برضه جمهور الأهلي قبل كده غلط في موضوع رمضان صبحي، وفي موضوع شيكابالا، مع إن نعم شيكابالا كان بيستفز لكن الشتايم كانت بتوصل للأهل. فأنا باقول هنا إن في فئة معيّنة من الجماهير هي اللي بتشتم، فلمّا الفئة دي تشتم فإحنا لازم نعاقبهم، وما نخُصّش بالشتيمة نادي معيّن إن هو كده نادي سيء، لأ، كل النوادي في العالم أصلًا فيها جزء وِحِش وجزء حلو، وبس. أنا من وجهة نظري ده كان الموضوع، اللي أصلًا العقوبات المفروض تتعلن النهارده، أعتقد هتبقى خصم 100,000 جنيه
وبرضه موضوع الأهلي مع حسام حسن ما أعتقدش إنه ممكن يتخصم أو ممكن برضه، أكيد مراقب المباراة هيكتب تقرير وهيشوف بقى ممكن برضه يبقى في عقوبة على الأهلي بسبب الشتايم اللي اتوجهت لحسام حسن. وبس، دي كانت نهاية الحلقة، واقترح علينا فيديوهات تانية، وما تنساش تحط لايك والاشتراك وقُل لنا نعمل تاني فيديوهات عن إيه، وبس، سلام.